أول حاجة أسلوب التعليم نفسه اللي بيعتمد بشكل أساسي على الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية. أسلوب الكتاب بتاع زمان ده ما ينفعش يا جدعان. يعني ما هو البغبغان ممكن يقول بمنتهى البساطة إن إي بتساوي ام سي سكوير، إيه المشكلة يعني؟ وهيحفظها أحسن منك ويفضل طول النهار يسمعها لك لما يصدع اللي جابوك. لكن هل هو فاهم معناها؟ فاهم جت منين؟ عارف ممكن يستخدمها إزاي ويعمل بيها إيه؟ اهم اللي فاهمينها بقى عرفوا يعملوا بيها المفاعلات النوويه اللي انتوا شايفينها دي، وبيقول لك عايزين يعملوا منها واحد في مصر. يختي طب الهي يعملوه عشان ينفجر فينا ونموت كلنا ونرتاح. افتكر اني لما كنت في ثانوي كنت واخد ماده اسمها اقتصاد واحصاء وجبت فيها 50 من 50. في ماده الاحصاء بقى كنا بناخد حاجه اسمها الانحراف المعياري، وكنت حافظ القانون ده كويس قوي واعرف اطلع اجدع انحراف معياري في الدنيا. يعني هم علموني ان لما اشوف سؤال الانحراف المعياري اقوم واخد الارقام اللي فيه احطها في القانون واطلع الاله الحاسبه وتيكي تيكي تيكي تيك اجيب النتيجه. ايه بقى هو الانحراف المعياري اللي انا طلعته ده؟ معرفش بيجي منين، الله اعلم. بيستخدم في ايه ولا الهوى. وبالتالي نسيت القانون اصلا لاني ما بستخدموش في حياتي، وحتى لو افتكرته وحفظته تاني مش هعرف هو بيتعمل بامه ايه اساسا وايه لازمته في الحياه. ده غير اني مش فاهم اصلا يعني ايه انحراف معياري اساسا. لكن الشهاده لله بعرف اطلعه واطلعه صح كمان واخد 50 من 50. ده بقى اللي اسمه التعليم الحميري. بيطلعوا حمير مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه بس بتعرف تحل المسائل بتاعه الامتحان صح. وبالتالي منظر الواحد فينا كده بيكون كأنه اتعلم وهو في الحقيقة لا يفقه أي شيء في أي حاجة. وتاني حاجة بقى المدرسين نفسهم ذات نفسهم اتعلموا كده، اتعلموا بنفس الطريقة الحميري دي بالظبط، وبالتالي المدرس نفسه مش فاهم هو بيشرح ايه اساسا، فبالضرورة الطالب استحالة هيفهم هو بيتشرح له ايه. وده معناه اننا بدل ما ننقل المعرفة العلمية من جيل لجيل، احنا عندنا هنا بننقل الحمورية والغباء من جيل للتاني. بنتوارث الغباء يا ولاد المجنونة. وتالت حاجة ميزانية التعليم. احنا ممكن نصرف مليارات على اي كلام فاضي ونيجي عند التعليم ويقولك بح اجيب منين؟ هتاكلوا مصر يعني؟ لو عايز تعرف قوة اي دولة شوف بيروح للتعليم وللبحث العلمي فيها كام في المية من ميزانية الدولة دي. عارفين بقى خلاصة الاسباب دي كلها ايه؟ نظرية الماكيت. ودي بقى الزتونة بتاعة الموضوع، وكنت اتكلمت عنها في حلقة قبل كده، ابقوا شوفوها عشان تعرفوا حجم البؤس اللي احنا فيه. من الآخر النظام التعليمي بتاعنا مش هدفه أصلا إنه يعلم أي حد أي حاجة، هدفه إنه يبان كده كأنه بيعلم، كأن في عملية تعليمية، وتاخد الشهادة في الآخر تعلقها في الصالون وتتصور جنبها كده وتقول أنا إنسان متعلم وحصل على شهادة عليا. طيب ليه؟ غالبا بقى كده لأسباب سياسية. النظام مش عايز يبقى فيه تعليم حقيقي ولا ثقافة حقيقية، لأن ده هيطلع أجيال واعية وفاهمة ومدركة لحجم المصيبة اللي احنا عايشين فيها وحجم الظلم اللي واقع علينا. فهو عايزك تعيش بني آدم براس حمار عشان يفضل متحكم فيك وانت تبقى في غاية السعادة والانشكاح اللي في الكون، لأنك لو اتعلمت بجد هيبقى فيه ديمقراطية حقيقية، وهو مش عايز كده، لأ، هو عايزك تمثل دورك في العملية الديمقراطية الفيشنك دي كمواطن براس حمار واقف يرقص على باب اللجنة الانتخابية ويهز. هز ديلك يا فوزي، هز انت كمان، يلا يلا هز. يما. شفت انتوا بقى لما قعدنا شوية على النت ومخنا اتفتح شوية كده عملنا ايه في البلد؟ نزلنا قلبناها كلها في 18 يوم ثورة. قالك تعليم قال وثقافة ومعرفش ايه، بلاش قلة أدب. طيب ايه الحل؟ حاجة من 3: يا النظام التعليمي بتاعنا يتغير، وده عمره ما هيتغير إلا بتغيير النظام الحاكم نفسه، وده حاولنا نعمله في الثورة وفشلنا والحمد لله. يا إما نسافر نتعلم بره، اوعدنا يا رب. يا إما نحاول نعلم نفسنا بنفسنا، لكن المصيبة إن مفيش وقت لكده، لأن النظام التعليمي الفاشل بتاعنا بيستهلك وقت الطالب بالكامل بحيث إن ما يبقاش عنده أي وقت يعمل فيه أي حاجة إضافية من أي نوع. أنا عن نفسي ما اتعلمتش أي حاجة غير بعد ما خلصت الكلية ورميت كل اللي اتعلمته في الزبالة واشتغلت من الأول على نظيف. وجايز يكون هو ده الحل المؤقت. لو البلد مش عارفة أو مش عايزة تعلمك، علم نفسك بقى. افتح النت، وبدل المواقع السكس اللي واخدة أعلى ترتيب مواقع في مصر افتح ويكيبيديا ولا حتى اليوتيوب وشوف واتفرج واتعلم وفكر، يمكن تعرف تفضي الحشو الهباب اللي مالوا بيه مخك ده لما بوظوه. هو أنا اتجننت من شوية؟ شايفين النظام التعليمي عمل فيا ايه؟ يابا.
وإلى حلقة قادمة من برنامج أيمون المجنون على قناة إيجيبتون. افتح لك كتاب يا فوزي واقرا لك كلمتين بدل ما انت قاعد تهزلي في ديلك كده زي الحمار.